حزب البعث العراقي برأيك أستاذ التميمي، هل أمامه فرصة لتأهيل نفسه مرة أخرى لدى العراقيين؟ حزب البعث فكر مهم وعميق في القيم العراقية السياسية، يحتاج إلى مراجعة مرحلة صدام. يجب أن حزب البعث يجتث التطرف والدكتاتورية الصدامية ويعود إلى أدبياته، وأعتقد يعني يمكن في خلال 10 سنين لابد أن يرجع هذا النوع من التفكير السياسي، لأنه هو موجود بالمنطقة، ما ممكن اجتثاثه. السؤال الأخير في البرنامج، هل العراق في زمن صدام حسين كان أقل طائفية؟ هو العراق في زمن صدام حسين كان اكو دولة مستبدة توزع الظلم بشكل عادل. صدام حسين يستند إلى منظومة القومية العربية، وهو حزب البعث، هو حزب علماني. كان الشيعة مناصرين إلى 8 سنين في حرب ضد إيران، وهذا دليل أنه هو كان أقل طائفية. النظام السياسي بعد 2003 قائم على الطائفية والتمييز، فطبعا بدون شك الفرق كبير، يعني الآن أكثر طائفية. شكرا جزيلا لك أستاذ غيث التميمي. ذاك كان قسوة، بس هسه أقل طائفية. شكرا جزيلا.